أنا مم. أتألم. كأس العالم أقل من 17 سنة هنا في قطر فيها 10 منتخبات إفريقية والجزائر غير متواجدة. وصول بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى مطار حمد الدولي، منتخب المغرب القادم للدفاع بقوة عن قيمة وقامة الكرة المغربية وانتم لاش بغيتوا الجزائر تشارك؟ بركه عليكم تشجعوا غير المنتخبات اللي غادي تلعب ضد المغرب. خليكم مع الوصول ديال بعثه المنتخب المغربي اللي غتشارك في كاس العالم ورد فعل الاعلام الجزائري. نسجل دائما الاعجاب والاشتراك، فرجه ممتعه. وصول بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى مطار حمد الدولي، منتخب المغرب القادم للدفاع بقوة عن قيمة وقامة الكرة المغربية التي تشهد في الآونة الأخيرة نهضة حققت خلالها عددا من الإنجازات على المستوى الإفريقي الأولمبي وكذلك العالمي. في الصورة اللاعب الأول زياد باها لاعب ريال بيتيس الإسباني، وهو ابن المدرب مدرب منتخب الناشئين المغربي نبيل باها. إذا منتخب المغرب، هذه الصور مباشرة من مطار حمد الدولي لأحد المنتخبات العربية الستة المشاركة في هذه النهائية القطرية. هو أيضا يدافع عن الألوان الأفريقية، والقارة السمراء حاضرة ب10 منتخبات في نهائيات قطر 2025. المغرب مقبل على المشاركة الثالثة في النهائيات العالمية بعد الأولى عام 2013 هناك بالإمارات العربية المتحدة حين بلغ دور 16، والمشاركة الثانية كانت قبل عامين في ضيافة أندونيسيا، وقتها تحت قيادة المدرب المغربي سعيد شيبة، وتم تحقيق الإنجاز الأفضل وهو بلوغ الدور ربع النهائي. وفي هذا المنعطف خسر منتخب المغرب تحت 17 عاما أمام مالي بهدف دون مقابل. لدينا هذه الصورة والصور الخاصة بالبعثة المغربية القادم إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في حدث كأس العالم. المغرب قدم إلى دولة قطر بطلا لإفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، والقرعة المونديالية أوقعته في مجموعة ثانية تبدو متوازنة حين يواجه مدارس مختلفة، المدرسة الآسيوية الممثلة في اليابان، المدرسة الأوروبية عبر البرتغال، وأيضا المدرسة القادمة من أوقيانوسيا. والحديث هنا على كاليدونيا الجديدة. ربيع، هي صور للتاريخ، منتخب المغرب حاضر في معظم الاستحقاقات والتظاهرات الدولية. صحيح، والأجمل صراحة على أن الإعلام العالمي يركز على منتخب المغرب بشكل كبير مقارنة بالإنجازات التي تم تحقيقها والتي تحققت، والأكيد بأن هذا لا يزيد إلا فخر لهذا المنتخب ولهؤلاء يعني اللاعبين الواعدين لتمثيل منتخبهم، وهم موجودين هنا بقطر في هذه المسابقة ليس فقط للمشاركة أو لتقديم أداء مشرف، بل للتنافس على اللقب، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نعم، النجوم، يعني هذا المنتخب يضم عددا من الأسماء الواعدة، نقول أسماء واعدة وإن توجت باللقب الإفريقي لعامل السن، ولأننا ننتظر منهم الكثير في المنتخب الشباب الأولمبي ثم منتخب الكبار. الحديث بداية على عبد الله وزان، هذا الاسم الذي سطع بقوة في النهائيات القارية الشهر إبريل الماضي في ضيافة مدينة المحمدية المغربية، اللاعب الذي ينافس أيضا هذا العام ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ينافس على جائزة أفضل لاعب واعد وهو في فئة الناشئين. ما الدلالات وماذا عن الرمزية أيضا؟ هو الدلالات يعني ذكرتها من ذي قبل، وهو على أنه نجحنا في إقناع لاعبين شبان بجودة فنية عالية. نحن نتكلم عن لاعب ذو 17 سنة يلعب بأجاكس أمستردام، وارتبط اسمه كذلك بريال مدريد، لكن لم يتم يعني رسمية ممكن هذا التعاقد، لكن الأكيد بأنه على ما أظهره هذا اللاعب على مستوى النضج، على مستوى الجودة الفنية كصانع ألعاب، على مستوى ركلات ثابتة. لا ننسى بأنه سجل تقريبا كرة أو كرتين بهذه المسابقة بطريقة جيدة وبطريقة ممتازة، وليس بالشيء الهين على أنه
في هذا العمر بالذات أنك تتعامل بشكل جيد مع الكرات الثابتة كما يفعل عبد الله وزان. نعم. وهنا نتكلم عن مؤشرات لاعب ممكن أن يكون له صيت إن شاء الله في المستقبل. ودائما ما أنا أركز على نقطة مهمة، هي صحيح الألقاب مهمة بالنسبة لهذه الفئة لتحفيزهم، لكن الأهم كذلك بالنسبة لي مدى استفادتنا من هؤلاء اللاعبين على مستوى منتخب الكبار. وفي رأيي الشخصي يجب التركيز على هذه النقطة. أقل من 20 سنة منتخب المغرب فاز بكأس العالم ضد فرق كبيرة جدا. تعرف معدل الاستحواذ ديالو كم؟ ما بين 20 و 25. يعني مش لازم أنك تكون هو الأحسن في طريقة اللعب وإن في الطريقة الفنية، وإنما في الطريقة التكتيكية، كيف تتعلم كيف تربح مباريات وتربح دي تورنوا. أنا أتألم لاني راني نحلل في كاس العالم اقل من 17 سنه بعد اسبوع هنا في قطر فيها 10 منتخبات افريقيه والجزائر غير متواجده. فهنا صحيح. ولهذا نحب تكون هدف من طرف الاتحاد كرة القدم، هل المحليين وهل السن هذا، لانه ما يهمنيش نفوز فقط بكاس العرب وانما نفوز بمشروع اولا وبعدين بكاس العرب. ذكرت نقطه مهمه ربيع العفوي، كيف يمكن للاتحاد المغربي، كيف يمكن أيضا لأولياء الأمور، لمختلف المدربين بمختلف الفئات السنية المسؤولين على الكرة المغربية، كيف يمكن تأمين هذا الانتقال، انتقال هؤلاء النجوم من مرحلة الناشئين نحو الشباب نحو الأولمبي وصولا إلى منتخب الكبار؟ لأن الكرة المغربية سابقا شهدت عددا كبيرا من النجوم، لكن التعامل جيد في هذه المرحلة الحاسمة لم يكن بالشكل المطلوب صراحة. بكل تأكيد، وعندنا نماذج كثيرة وكثيرة جدا، ليس فقط على المستوى ممكن المنتخب المغربي لكن حتى على المستوى العالمي. هناك بعض اللاعبين الذين نجحوا في أن يظفرون بأفضل لاعب على مستوى مسابقة كأس العالم، سواء كانت على مستوى هذه الفئة والفئات الأقل من 20 سنة، لكن لم نسمع عنهم بعد ممكن هذا التتويج. وبالتالي في رأيي الشخصي يجب أن يكون هناك أولا متابعة هؤلاء اللاعبين، كذلك تأطير. مرحبا بكم مشاهدي الافاضل. اذا وصول بعثه المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه للمشاركه في كاس العالم الذي سيقام بقطر، نسخه غادي تتكرر بطبيعه الحال بموديل قطر سنه 2022 نظرا للظروف التنظيميه الرائعه هنالك بقطر والمناخ والملاعب الخياليه. المنتخب المغربي جاء في المجموعه اللي كتضم منتخب اليابان وكذلك منتخب البرتغال، مره اخرى غادي نتلاقاو مع البرتقيز وكذلك منتخب كاليدونيا الجديده اللي كينتمي الى قاره اوقيانوسيا. بطبيعه الحال المنتخب المغربي المقابلات اللي غادي يجريها يوم الاثنين، المقابله الاولى 3 نوفمبر غادي يواجه المنتخب الياباني على الساعه 2:30، يعني 2:30 ديال النهار بالتوقيت المغربي. المقابله الثانيه غادي تكون يوم الخميس 6 نوفمبر ضد المنتخب البرتغالي في المقابله صعبه للغايه، كذلك المنتخب الياباني غادي تكون صعبه جدا. مباراه البرتغال غادي تكون على الساعه 2:30 2:30 ديال النهار بالتوقيت المغربي كذلك. والمقابله الاخيره الثالثه نتمنوا ما تكونش الاخيره في هذه الكاس العالميه ونكونوا ضمننا التاهل الى الدور المقبل. غادي نواجهوا في المقابله الثالثه كاليدونيا الجديده على الساعه 2:30 زوالا نفس توقيت المقابلات بثلاثه غادي تكونوا بنفس التوقيت 2:30 بالتوقيت المغربي. منتخب كاليدونيا الجديده مقابله مفخخه نظرا لانه منتخب مغبور ما كنعرفوش عليه معلومات كثيره. نتمنوا المنتخب المغربي وليدات وهبي ابطال افريقيا السنه الفارطه يحققوا الاعجاز اللي حققوه منتخب الشباب ويمشوا بعيد في هذه البطوله. غادي نواكبوا بطبيعه الحال كل كبيره وصغيره، كل مقابله غادي نشروا فيديوهات على هذه المسابقه هذه بعد مقابله المنتخب المغربي. ما تنسوش دائما الاعجاب والاشتراك، كونوا في الموعد، دائما نواكبوا مع كاس العرب وكاس افريقيا ان شاء الله. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.